انا ما عنديش الزهر، انا ما كيحملونيش، انا ديما زهري مكفس. علاش كيبغيوهم وما كيبغيونيش انا؟ علاش كيمشيو عند الاخرين وانا كيخليوني؟ علاش هاد الصحاب غير تعطوني غير طاقه سلبيه؟ علاش وعلاش وعلاش؟ هذه ماشي هضره ديالي، وانما ماشي غير انا، وانما هضره ديال الكثير منا. يعني الكثير منا الا جينا نشوفوا هاد الهضره وقفنا عليها ودرنا واحد الورقه وستيلو وحاولنا نفهموها، فغادي نلقاو ان يعني هي كلمات نكررها على جهازنا، يعني ولا على العقل ديالنا الباطني، ولات عندنا في اللاوعي ديالنا اننا كنستخدموا هادشي واننا كنجذبوا لحياتنا هاد الاشياء. الا قلت انني سعيد فانني كون اكيد انكم غادي تكونوا سعداء. الا قلتي انا ناجح فكون اكيد انك غتكون ناجح. الا قلتي انا قوي ولا انا قادر فاكيد ان غتكون قوي وقادر. الا قلتي انا غادي ننجح، انا غادي نحصل على هذه الوظيفه، انا غادي نخدم، انا غادي نكون واحد الام اللي زوينه بزاف، كتعطي الحب كتعطي الحنان، انا عندي صحاب مزيانين، عندي صحابات مزيانين تيزيدوني غير غير الحويجات يعني اللي زوينه وطاقه ايجابيه. هادشي كامل غادي تلقاه، كون اكيد 99% غادي تلقاه. الا قلتي العكس، انا حزين، انا ديما طالع لي الدم، انا نهاري مكفس، انا ما قادرش ندير، انا ما ديرش، انا ما يعني انا ما نقدرش، انا ما نديرش، انا ما نفعلش. يعني هاد الحويجات كاملين فهما يعني هما اللي كيدمروا الشخصيات ديالنا وكيخليونا يعني لازلنا عالقين في واحد البلاصه وما كنتطوروش وما كنتغيروش. يعني خاصنا نشوفوا الكلمات اللي كنخاطبوا بها النفس ديالنا ولا ريوسنا ونحاولوا نغيروهم. مثلا يعني هنا تنهضروا على قوة التكرار أو فائدة التكرار. إلا جينا في الحياة اليومية ديالنا، علاش الله تعالى كيأمرنا كل 5 يعني مرات في النهار خاصنا نصليو؟ الله راه في غنى على صلاتنا وفي غنى على التدين ديالنا. الله الغني ونحن الفقراء. وانما هاد الصلاه فهي كتنفعنا حنا باش نكونوا منظمين ويكون عندنا واحد الروتين اللي هو زوين ونفرغوا ديك الطاقه السلبيه. يعني هذه هي فائده الصلاه. اما الله ما هو بحاجه لصلاتنا، ما هو بحاجه لدوك الركعات ديالنا، ما هو بحاجه بزاف يعني ماشي بحاجه لينا. وانما يعني هادشي خاصنا حنا نستافدوا منه. وكيفاش ديك الصلاه انها تعكس علينا يعني ايجابا على اسلوب ديال حياتنا. يعني انما هي لواحد يعني انا الصلاه التعريف ديالها راه هي الصله بين العبد وربه. هذه من جهه. يعني بغيت نتكلم معكم اليوم على فائده ديال التكرار. الا كنت كنكرر على نفسي يوميا كلمات سلبيه فانا غنكون كنعيش في واحد يعني محاط بالسلبيه. كنت كنشكي دائما الناس فكون اكيد انك غادي تبقى دائما حياتك كامله تشكي. الا كنتي كتهضر بطاقه ايجابيه ولا حوايج ايجابيين فكون اكيد ان حياتك غادي تكون ايجابيه. يعني اللي زرعتيه كتحصديه. يعني اي حاجه قلتيها للعقل ديالك فهو قلتيها خرجتيها من لسانك فالعقل الباطن ديالك ولو بغير بالكذوب، ولو غير تكذب على راسك وتقول انا سعيد، انا ناجح، انا ماشي فاشل، انا غادي نوصل لهاد المرتبه، انا غادي نكون واحد الانسان اللي مستقيم، انا غادي نكون واحد الانسان اللي تيفيد المجتمع ديالو، تيفيد والديه، تيفيد ولادو، تيفيد بزاف يعني الناس المحيطين به. فكون اكيد ان غادي تكون هذاك الانسان اللي انت تتقول على راسك. الا كنتي العكس يعني تتقول انا ماشي هادي انا، فيعني كون اكيد انك غادي تكون هذيك النتيجه. يعني ما غتنفع حتى شي حد، غتكون فاشل، غتكون حزين، غتكون.
يعني كنتكلم لكم على قوه ديال التكرار. الحاجه اللي بغينا نحيدوها اننا نبقاو نكرروا واحد العادات اللي هي يوميه. وفي البلاصه يعني عوض انا خرج من فمي انا ما عنديش الزهر، في البلاصه نقول لا انا عندي الزهر، لا انا عندي، لا الحمد لله انا عندي. علاش ما عنديش انا عندي الزهر. الا قلت انا راني خايب، اكيد اللي ما كيقدرش يشوف حتى وجهه في المرايه تيقول انا خايب. انا بالعكس نشوف في المرايه ونقول انا لا انا زوين، شو ملامحي كيفاش دايرين زوينين. يعني نحاولوا الا كانوا عندنا واحد العادات سلبيه، يعني كيفاش نهضروا مع نفوسنا، نحاولوا نغيروهم هذيك الساعه ونكروها 5 المرات 6 المرات 7 المرات هذيك الكلمه، يعني حتى تولي عندنا عاده يوميه. ولا جيتي تشوف راه واحد 10 ايام ولا 21 يوم غادا ترسخ هذيك العاده ديالك على الفم ديالك، وحتى العقل الباطني ديالك غادي يعني يصدقها، وغادي تولي الحمد لله يعني من شخص اللي هو سلبي الى شخص ايجابي. يعني التكرار، نعاود نقولها ونعاود نقولها، هو التكرار. الا بغيتي تنجح وبغيتي تبدل اي عاده فعليك بتكرار شي حاجه سيئه الى شي حاجه ايجابيه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ودمتم بخير. ونتمنى يعني بشويه بشويه نغيروا سلوكاتنا، لان لو بقينا في السلبيه فكون اكيد انك غادي تكون على مرمى من الامراض النفسيه ومن بزاف ديال الحوايج، سلوكات خايبه اللي لا قدر الله كتؤدي الى الادمان، كتؤدي الى الاكتئاب، كتؤدي الى يعني بزاف ديال الامراض. حنا كنحاولوا نبدلوا عاداتنا بشويه بشويه، وان شاء الله راه غادي تيسر الامور وغادي ننجحوا كاملين. نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه.